السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي متابعين مطبخ شيري. النهاردة هنعمل وصفة لذيذة وحلوة خفيفة سريعة للناس اللي عايزة تعمل دايت، للناس اللي عندها الزيت، عندك الزيت خلص ومش قادرة تعملي سمك. لا، هنعمل النهاردة وصفة سمك من غير زيت ومن غير قلية ومن غير اي حاجة خالص، ولا شوي ولا قلي ولا تتعبي نفسك خالص. هعمل لك وصفة سهلة وبسيطة خالص جدا. يلا بقى تعالي، عشان الزيت غلي والحاجات غلت واحنا عايزين نعمل حاجة تكون اقتصادية معانا. يلا بينا نبدأ ونعمل ونشتغل في وصفتنا على طول. بس قالوا نبدأ في الفيديو بتاعنا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل حلو منكم زي قلوبكم البيضة. بس ما تنسونيش نرفع اللايكات كتير عشان نقدر نرفع الفيديو وكل الناس تستفيد. يلا بينا نبدأ. يلا يا حبيبي نبدأ مع بعض. احنا هنبدأ دلوقتي. هنعمل السمك بتاعنا. هتبل السمك بتاعي الاول، هحطه الاول معايا في الصينية اهو. هقول لكم انا هتبله ازاي. خلاص، معايا انت طبعا بتحطي الملح على حسب ما انت عايزه. انا هحط رش ملح، الملح على حسب ما انت عايزه. ومعايا حبه بهارات سمك خلطه. انا هعمل لكم خلطه السمك، بهارات السمك دي وهنزلها لكم. خلاص. ومعايا هنا توم اهو، انا عاملاه معايا فرمان. ومعايا حبه بابريكا بسيطه خالص. ومعايا رشه شطه. هندعك الاول ده كله الاول في بعضيه. انا طبعا نسيت اقول لكم ان السمك بتاعي انا مشرحاه زي ما انتم شايفين كده. خلاص. وادعك من جوه السمكه بتاعتي من جوه. تمام كده. كانت زمان ستنا تقول لنا ايه؟ كلوا السمك في حروف في الاشهر اللي فيها حروف حرف الراء. اللي يعرف طبعا ليه، انا عارفه ليه، بس اللي يعرف ليه يكتب لي في الكومنتات ويقول لنا ليه هو احنا بناكل السمك في الاشهر حروف الراء. خلاص. انا كده عملت السمك بتاعي. هحط له اخر اضافه معايا معلقه عسل. معلقه عسل اسمر. وعسل اسمر على السمك. عسل اسمر على السمك. عارفه العسل ده ليه؟ هقولك ليه دلوقتي. العسل ده اللي هيخلي السمك بتاعك طعم ولذيذ وجميل، وفي نفس الوقت هيكون بدل الشويه يخلي لك السمكه بتاعتك زي المشويه، ومش محتاجه اي حاجه خالص. هي مش محتاجه لا رده ولا محتاجه صلصه ولا محتاجه قليه ولا محتاجه حاجه خالص. مش محتاج حاجه خالص. خلاص. جربيها وعلى ضمانتي هتطلع جميله جدا. خلاص. احنا كده تبلنا السمك بتاعنا. وهنبدأ نعمل ايه؟ هقولك تعملي ايه. انا هطلعه طبعا في الطبق معايا. خلاص كده. انا طلعت السمك بتاعي. هبدأ انزل بالخضار بتاعي. انا معايا بصلتين، انت على حسب الكمية اللي انت عايزاها. معايا بصلتين، معايا فلفل اصفر، معايا فلفل احمر. خلاص. معايا فلفل اخضر، ومعايا حبيتين طماطم. على حسب ما انت ما عايزة اعملي. تمام. برضو نفس الكلام. ماشي. هنزل بجزرتين معايا. خلاص. وحبة توم. كل الحاجات دي هديلها نفس النكهات اللي احنا حطيناها نكهناها للسمك. رشة بابريكا، الملح بتاعي. خلاص. معايا معلقة بهارات، نص معلقة كمون. السمك بيحب الكمون، انت على حسب ما بتحبي فيه حطي. طبعا هحط رشه خلاص بسيطه خالص مش شطه، عشان انا حاطه الفلفل حامي. يعني انت براحتك، اللي هو حراق براحتك خالص. ده توم بودر انا عاملاه في القناه. هنزله لكم. خلاص. معايا ايه تاني؟ معايا هريسه انا برضو عاملاها في القناه، هنزل لكم اللينك بتاعها. خلاص.
هحط حبه هريسه حلوين كده يطعموا لي السمك بتاعي. خلاص وهحط عصره ليمونه. مش هكمل عصير غير نص بس، وهقولك دلوقتي ليه. بعد ما نخلص بس ايه تتبيله الحاجه بتاعتنا هركنها عشان هعوز الباقي. قشر الليمون اللي عندك ما ترموهوش، هنعمل به خلطه وحاجات جميله جدا. هدعك الحاجات دي كلها معايا في بعضها زي ما انت شايفه كده، شايفين زي كده قلبت كله في بعضه. خلاص هاخد بقى حبه حلوين منه واركنهم في الطبق بتاعهم تاني، والباقي هركنه كده زي ما انتوا شايفين. هسيبه هفرشه في الصينيه بتاعتي، وهبدا انزل عليها بالبطاطس بتاعتي. حابه تحطي بطاطس حطي، مش حابه براحتك برضو انت حره، دي بترجع لك انت. انا بحط علشان انت لو عندك اطفال اولاد اي حد مثلا ضيف جاي، ده صنف جنب سمك مثلا تعمليه حاجه ينفع حد العيال يغمزوا منها ياكلوا منها، تبقى حاجه جميله جدا وطعمها ما تقلقيش. البطاطس بتبقى تحفه جدا تحت السمك، ما تقلقيش منها خالص. خلاص هنزل الاول حبه بسيطه خالص من الخلطه على الطماطم. تاني هنحط حبه من الخلطه بتاعتنا. ليه؟ انا عايزه البطاطس بتاعتي تبقى شاربه من الخلطه من فوق ومن تحت ومن كل حاجه، وعايزه في نفس الوقت السمك بتاعي كله برضو يشرب معايا. خلاص هحط السمك بتاعي، رصيه بالطريقه اللي تعجبك زي ما انت ما عايزه. خلاص كده انا رصيت السمك بتاعي، هنزل ببقيه الخلطه بتاعتي. انا عايزه السمك ياخد طعم الخلطه، مش قادره اقولك هي ريحتها من دلوقتي اساسا، هي ريحتها جذابه من دلوقتي، جاذبه يعني الواحد يعني للاكل من غير حاجه خالص، ريحتها جذابه جدا معاكي. خلاص هننزل بشرايح ليمون معايا، نص الليمونه التانية اللي انا قلتلك عليها اهي. السمك بيحب الليمون وما تقلقيش عشان فيه بطاطس، فما تقلقيش من الليمون. خلاص طيب انا منزلتش معايا ده شبت وبقدونس، انا منزلتش عليه على السمك بتاعي لما ياخد نص سوا الاول، وبعد كده بروح ايه حاطه عليه وهوريك وانا بعمل ايه. انا بعمل يعني بعملها كده في الاخر. خلاص هدخل صينيه الفرن على درجه حراره 200، غطيها ولفيها كويس جدا ودخليها الفرن هتستوي كويس معاك. بس هتحط لها قبل ما تدخليها الفرن هتحط لها نص كوبايه ميه معاها معلقه ملح او حبه على حسب ما انت ما عايزه. كفايه الملح اللي انت حطيتيه براحتك، انت ادرى اكتر حد ادرى بالملح اللي انت بتحطيه. ودخلها الفرن بتاعك وحط لها شويه زيت، انا هحط لها دلوقتي 3 معالق زيت ودخلها الفرن. خلاص صينيتي مش عايزه غير حبه زيت صغيرين وخلاص، هحط الزيت بتاعي وادخلها الفرن وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. كده يا حبايبي الصينيه بتاعتي بعد ما خلصت وطلعت من الفرن خلاص. على كده انا عملت ايه، انا بشوح اهوت حبه التوم اللي احنا فاضلوا منه، وبعمل ايه برشها كده على وش السمك بتاعي، بتديله نكهه حلوه جدا اهو كده مثلا. بألف هنا وشفا ليكم وعلى قلوبكم وعلى قلوب كل حبايبكم. خلاص بعد كده الكزبره والشبت بتاعوتي انا رشها كده على وشه وناكل. على فكره الكزبره دي مش للزينه، الكزبره دي بتدي طعم وتست جميل جدا جدا. خلاص يلا بقى اسيبكم تاكلوا كده وتبسطوا نفسكم وتاكلوا وتعملوا لاولادكم وتشطروا كده، وبلاش كسل الشتاء ده. يلا نقوم بقى ونبدا نعمل لاولادنا كل اللي نفسهم فيه، حاجه بسيطه وسهله على طول. اسيبكم بقى واشوفكم فيديو جديد ووصفه ارخص وابسط واسهل من كده خالص ان شاء الله، وتكون اقتصاديه احسن من كده. يلا اسيبكم في رعايه الله، بس ما تنسونيش قبل ما نقفل في لايك وشير وسبسكرايب، واللي لسه اول مره يدخل القناه ويشوفني ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس علشان توصلكم كل وصفاتي ان شاء الله باذن الله. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.